هيقول لك اصل انا مش عارف، واصل انا ما بعرفش، وواحد صاحبي اللي بيطلب لي، وواحد صاحبي اللي بيعمل لي. لازم ديت ان انت تكون عارف كل حاجه في التطبيق اللي انت شغال عليه. بالنسبه لبرنامج العميل، يعني لازم تكون عارف ازاي تغير اللوكيشن من تطبيق العميل، وازاي تحط نقطه توقف من تطبيق العميل لبرنامج ديدي. وطبعا برنامج ديدي يعني هي الاجره مش مستاهله ان العميل يمشيني زياده كمان، يعني هي الاجره بتاعته قليله جدا، فمش مستاهله ان العميل يمشي بيا زياده ويمشي يقعد يلف بيا، وهو كده كده التسعيره قليله جدا. فطبعا في الحاله دي مش هتبقى مكزيه جدا ان انا كمان التسعيره قليله وكمان امشي عدد كيلوهات زياده. طيب برضو في الحاله ديت بالنسبه لبرنامج ديدي، لما مثلا عميل يكون رايح، اصلا انا معلش قابل واحد صاحبي، او مثلا انا عايز امشي من الطريق دوت، الطريق ده اطول ولكن هو معلش اسرع والكلام ده كله، في الحاله ديت برضو ما تطلبش منه فلوس زياده، او تقول له اصلا انا البرنامج ما بيحسبش او الكلام ده كله. اصلا برنامج ديدي تحس ان هو يعني غريب جدا، اوقات بيحسب المسافه الزياده، اوقات ما بيحسبهاش. ففي الحاله ديت علشان تريح دماغك، اطلب برضو من العميل ان هو يغير اللوكيشن بتاعه برضو بطريقه لطيفه، وتفهمه ان هو لازم يغير اللوكيشن، لان انت لما بتمشي من طريق مختلف او بتنزل العميل في مكان تاني ما بتاخدش البونص او الجرانتي بتاعك. ودي على فكره حقيقه، البونص والجرانتي في ديدي لو انت خدت العميل من مكان غير مكان الالتقاء، او نزلته في مكان غير مكان النزول، الموضوع دوت بيتكرر معاك رحله في الثانيه، بتبص تلاقي نفسك ايه اخر اليوم يقول لك الجرانتي خلاص كده ايه ان انت بتغش ومش هينفع تاخد الجرانتي بتاعك. فبتطلب من العميل ان هو يغير اللوكيشن بتاعه، علشان هو كده ان انت مش هتاخد الجرانت بتاعك، ودي هتعمل لك مشكله في البونص بتاعك. طيب نيجي بقى لمشكله تثبيت الاجره في برنامج كريم.